هكذا كان استقبالي لبناتي يوم رجعوا من المخيم ديالهم. كان أول مرة نتفارق مع بناتي ويغيبوا عليا أيام ويباتوا بعيد عليا، وكان الاستقبال تاعهم يعني واش نقول لكم واحد الفرحة. لاقيتهم بالشخشوخة البسكلية، وهما اللي كانوا طالبين هاد البلا، وهما اللي كانوا متشهيين، ومع انهم كانوا ياكلوا كل عزيزة لتما في المخيم. لكن حاجة تاع امي ما تقعد بنتها فريدة، وراح نحكي لكم على هذا الموضوع من بعد. خليكم لاخر الفيديو لانه موضوع جد حساس. سلام البنات، وش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اما الان روحوا تشوفوا معايا هذه السلعة الكبيرة اللي راهي في الغرفة ديالي. بسم الله ما شاء الله. هادو هما الاعمال اللي خلاوني نغيب عليكم من كثرة الضغط اللي كنت فيه، وقلت لكم بلي بناتي كانوا غايبات نوم، وحتى نتوما تفرحوا بيهم كي يرجعوا، خاطر هما اللي يخلوني دائما ديسپونيبل باش نكون متواصلة معاكم هنا في القنوات وفي الصفحات اللي عندي، خاطرش هما سيمون بغا دروا كما يقولوا، يدي اليمنى اللي يخلوني قفة بلا يدين. الحمد لله على سلامتهم. وهاي لك السلعة هادي تاع شهر اوت، كان سيتي بريفو كل ما نخدم حاجة نصورها وكما موالفين بارطاجيها معاكم ونحطها لكم أول بأول، لكن من كثرة كنت مشغولة بزاف وخدامة بزاف، وكان كاين بزاف طلبات في شهر أوت وسبتمبر، اخترت أني نخليهم ونصورهم كامل على مرة في فيديو واحد وتشوفوهم كيما هك. كل هاد السلع كاين اللي تليفرات وكاين اللي مازال ما تليفراتش. انا نستناو في ماليها حتى يعطونا الضوء الاخضر باش نبعتوها لهم، لانه اغلبيتهم خرجوا عطل ولا راهم يعني ما توفرش المبلغ في يدهم دوكا. راح نستناوهم يامات اخرين ان شاء الله تتيسر الامور وتلحقهم كل طلبياتهم، لكن الاغلبيات ليفرات والحمد لله، وما ليهم فرحوا بهم. كما راكم تشوفوا هنا 3 دراوات تاع قنبله الموسم اللي راهم فوق السرير، واحد راهم فرش واثنين راهم مطبقين. الفرق بينهم انه هاد الكروفات اللي راهم فرش والكروفات اللي راهم مطبق كاين فرق في اللون تاع الحاشيه وفي العقاش. هذا شوفوا كما كنت تشوفوا فيه العقاش لي ستراس في الارجون والحاشيه في الكروفات، واللي راني مفرشاتو العقاش تاعو في الابيض والحاشيه تاني كبيطه. كيما طلبوا مني العرايس ديالي درت لهم مبتغاهم. وهذه تانيك طلبته بالتلايق تاعو بلي نابخو، ميم لي دو دغا الاخرين بالتلايق تاعهم ولي نابخو ما فرشت كلش. ايضا لي دو دغا هذوك الغوز والكروفات مولاتهم وحده لبناتها زوج عرايس، ربي يكمل لهم ان شاء الله، من ولايه البوليده وهذا من ولايه العاصمه. شوفوا شحال خرج لها شباب، بسم الله ما شاء الله، يعني خرج لها بزاف شباب. وانا حقيقه عجبني كي درت له العقاش بيض والحاشيه بيضه. وانتم قولوا لي واش اللي عجبكم اكثر، هذا ولا اللي شفتوه في اول الفيديو. لي دغا امبريمي تانيك ديالها دات من عندنا زوج، وكل وحده وشحال دات من عندنا قلت لكم بلي خلاصوا، مي راح نعاود نوفر لكم كميه اخرى ونزيد نبيعها بسومه تانيك شابه ان شاء الله. ربي يقدرني هكا باش تقدروا كامل تجهزوا وكامل تقتني، وكل ما تشهات فيه نفسكم ان شاء الله كلكو سوا لي بري تاعنا ملاح، وما نديرو فاسيليتي في لي دغا تاع الكروشي كيما على بالكم. يعني هكا باش العروسه تقدر تجهز بكل اريحيه، ما نغصبوها على حتى حاجه. نونسالمو خدمتنا شابه متقونه ومواعيدنا مضبوطه، وزيد اون بليس نقدروا نديروا لكم لي بروموسيون، ونقدروا ندير لكم فاسيليتي دو بايمون هكا باش تقدروا تقتنيوا في غرضكم. شوفوا هذوك لي زابليك، شوفوا هذاك الاتقان، بسم الله ما شاء الله، فريق عمل جبار. كملنا كل هذه الاعمال فقط في شهر اوت، والله كان تعب كبير، وجريت وخرجت وقضيت وتقاسمتوا معايا بزاف ايام، وتلاقيت مع الخدامات وتلاقيت مع الزبائن وجريت في مي كلش وجد في وقته. ودرت لا بريسيون لماما في الخياطه، وكنت دايره لا بريسيون عمري في الخياطه انا تانيك في المنزل، وبناتي كانوا يعاونوني، وكاين وين ما كانوش بناتي معايا، لكن الحمد لله. واحد الموضوع مهم جدا كنت حابه نتكلم عليه في هذا الفيديو بالخصوص، على النساء اللي عندهم البنات في ديورهم. والله نصيحه مني، اكرموهن، فششوهم،
ربوهم أحسن تربية. تعاملوا معاهم كضيوف عندكم، لأنهم هما في الحقيقة صح ضيوف. البنات تحديدا ما ملي عندها الولد ما تقدروش تعرفوا غدوة من الغدوة كي يديروا ديورهم وحدهم كيفاش راح تكون حياتهم. خلوهم يشبعوا حنانكم، خلوهم يشبعوا الخير في دار باباهم ولا في دار يماهم، خلوهم يشبعوا الحاجة المليحة باللي تقدروا عليه. مانيش نقول لكم كلفوا نفسكم ما لا طاقة لكم بها، بالكلمة الحلوة، بالحنانة، بالفرحة. ومام اللي بناتهم مزوجينهم، مام اللي بناتهم مزوجينهم عرضوهم، لموهم، فرحوا بيهم، كبروا بيهم، زوروهم. اللي عنده اختو روح لعندها، كبر بيها قدام ناس بيتها، كبر بيها قدام أهلها، قدام زوجها، قدام ولادها. راح تزيدوا النص في عمرهم. البنات والولاد يعني كيما حبيتوا تقولوا يعني ولادكم هادو راهم هدية من عند ربي ليكم، هادو راهم أمانة حطها ربي في رقبتكم. كي نقولكم فشوهم وأكرموهم ودللوهم وعززوهم تاني كربوهم أحسن تربية، ماشي معناتها تميعوهم وتروح تربيتهم، لأنكم مسؤولين عليهم وتتحاسبوا عليهم عند المولى عز وجل. يقول لكم واش درتوا في التربيه تاع ولادكم. ما تقوليش كي تكبر تتحجب وكي تكبر تتربى وكي تكبر تعقال وراهي في عقل الطيش. هاد العقل الطيش اللي كي تهضري عليه انت تتحاسبي عليه، وكي تتكبر راح تتحاسب هي نفسها على واش راهي دير. يعني انتي اهتمي بهاد لا بيريود اللي راكي تحاسبي عليها اكثر شيء في التربيه وفي الحنانه. ونهار تولي هي تتحاسب على نفسها ولا نهار تكبر وتزوجيها أكرميها وفشيها وحني عليها وعرضيها وروحي لعندها وتفكريها. راح تزيدوا النص في عمرهم بهذه التصرفات. هذه فقط نصيحة. الناس بزاف يغفلوا. نكرموا الضيف كي يجي لعندنا ونهينوا ولادنا، نحطوا العزيزة لضيوفنا ونخبيوها على ولادنا. لا لا، بالعكس، ولادنا هما الأهم، باسكو ولادنا تاني ضيوف في بيوتنا. ديروها مليح في بالكم بالطفل بالطفلة، يجي نهار يفارقونا. البيت خربوه ولا البيت ما نظموهش ولا البيت راهو يجي نهار يفارقونا ونصيبوا روحنا وحدنا والدار منظمة والسكات والسماطة عندنا. فرقوا دكا خيركم على ولادكم وخلوهم يتنعنعوا في خيركم، خلوهم يتفشوا فيه. ما تخبوش للناس الحاجة وتعزوها على ولادكم جامي. هذه هي وصيتي لكم اليوم، وإن شاء الله تستقبلوها بكل صدر رحب، ونتمنى لكم كل خير. وخلولي انتو تانيك دعوة الخير وقولوا لي رايكم في هذا الموضوع، وقولوا لي من أي ولاية راكم تتابعوني. وقبل ما نبقيكم بخير خليتكم تشوفوا هذا العمل اللي أنا نخدم فيه لهاد السمانة تانيك اللي فريه، وإن شاء الله بإذن الله غدوة راح نحط لكم طريقة العمل ديالو. بقوا دائما في المتابعة، وإلى اللقاء.